في معوقات كتيرة جدا، منها ان النصر والعبور اللي كان يوم 6 اكتوبر ده تم في شهر رمضان، يعني كل الجنود كانوا المفروض يبقوا صايمين. عشان كده ما خطرش في بال القادة الاسرائيليين ان المصريين يقدروا يدمروا الخط الحصين ده اللي هو خط بارليف. بس المصريين واللي حضرتهم 7000 سنة وبإيمانهم بالله وعزيمتهم قدروا يحققوا المستحيل. تحية تقدير واعزاز واجلال الى القوات المسلحة المصرية، وتحية الى ارواح الشهداء. بعد مرور 49 سنة ما لا تعرفه عن نصر أكتوبر. كان نصر أكتوبر سنة 73 ملحمة عظيمة وتكاتف بين طوائف الشعب المصري. في السادس من أكتوبر الموافق العاشر من رمضان اتحقق أعظم نصر في تاريخ مصر الحديث على أرض سيناء، وأنا عن نفسي بحب أسميها الصفعة. كان في معوقات وتحديات كتير قابلت القيادة المصرية، أيوة، لكن التخطيط والجهد والعرق وإيمانهم بقضيتهم قدر المصريين إنهم يتغلبوا عليه. كان في معوقات كتيرة جدا، منها إن النصر والعبور اللي كان يوم 6 أكتوبر ده تم في شهر رمضان، يعني كل الجنود كانوا المفروض يبقوا صايمين، فما كانش اليوم ده سهل عليهم. كمان عشان تعبر الضفة الشرقية للقناة ده ما كانش سهل، لأن الإسرائيليين كانوا عاملين دفاعات وتحصينات ودشم كبيرة جدا، وكمان كانوا بيستخدموا أسلحة متطورة قوي. الطيران الإسرائيلي كان مسيطر على الجو، في حين كان أنظمة الصواريخ المصرية أقل من مدى الطيران الإسرائيلي، وعشان كانت الطيارات بتاعتهم حديثة جدا فما كانش الصواريخ بتوصل لها أو بتطولها. بس المصريين جابوا صواريخ سام 6 من روسيا، واللي حجموا بيها اسرائيل وكسروا بيها دراعاتها زي ما كانوا بيقولوا. طيب خط بارليف المنيع اللي قال عنه الاسرائيليين ان المصريين مش ممكن يعبروه، ولو حبوا يعبروه يبقى لازم يستخدموا بقى ان شاء الله قنبله ذريه عشان يحطموه، ولو قدروا يعدوا هيلاقوا في وشهم النقط الحصينه والدفاعات اللي ما شافوهاش قبل كده في حياتهم، ويبقوا المصريين جانوا على نفسهم. كان اللواء باقي زكي يوسف بيشتغل قبل كده في السد العالي كمنتدب في بدايه الستينات من ابريل سنه 64 ولحد سنه 67، واللي جات له الفكره الروعه وقال انتوا بتقولوا رمله وربنا ادانا الحل قدام المشكله وتحت رجلينا وهي الميه، وفي الحاله دي هتكون اقوى من المفرقعات والالغام والصواريخ واوفر واسرع. وصلت الفكره بسرعه للرئيس جمال عبد الناصر وبدا يدرسوها وكمان طبقوها، ونجحت الفكره. يوم السبت ومع بدايه ساعه الصفر الساعه 2 الظهر يوم 6 اكتوبر سنه 73 بدات المدفعيه المصريه اضخم تمهيد نيراني في تاريخها، وبدا اقتحام مانع قناه السويس، في حين كان المهندسين العسكريين بينفذوا اخطر مهمه لفتح الثغرات في الساتر الترابي. واتمكنت 5 فرق مشاة بكل معداتها من عبور قناة السويس ورفع العلم المصري شرق القناة، ويتحقق النصر للمصريين. العبور ما كانش هيتم وغاز النابالم موجود وشغال، واللي كان بيغطي قناة السويس كلها، لأن النابالم ده لو اتفتح هيخلي مية قناة السويس نار وتحرق أي شيء يمر فوق القناة، ومش هيقدر المصريين يعدوا أبدا. حلها المهندسين المصريين يوم العبور بتدمير الخزانات اللي بتمد الأنابيب دي بالنابالم من ناحية، وكمان استخدموا مادة شبيهة بالأسمنت عشان تسد الأنابيب، والمادة دي أول ما تلمس المية بتتجمد وتبقى صلبة جدا. طيب الدبابات والعربيات المصفحة والمدرعات دي هتعدي ازاي؟ برضه أقول لك حلها المصريين. قام سلاح المهندسين العظيم بتصميم كباري مائية للعبور عليها، وشفنا ده يوم العبور إنهم عملوا رؤوس جسور وعدوا عليها من الضفة الغربية للضفة الشرقية. ومن الحاجات الطريفة اللي حصلت يوم 6 أكتوبر إن الأقسام المصرية ما سجلتش جنحة واحدة، وده كان دليل على تكاتف وإحساس المصريين بالمسؤولية. بدأت مصر عبور القناة يوم السبت الموافق 6 أكتوبر، واللي كان بيوافق برضه يوم 10 رمضان سنة 1973 بضربة جوية من 222 طيارة. وخط الكشف المصريين قدروا يعدوا القناة في ظل المدفعية وظل الطيران على ارتفاع منخفض جدا. تعرف حضرتك ان الضربة الجوية دي ما كانتش هتبقى ضربة واحدة، لا كانوا 2، لكن لما الضربة الأولانية حققت نجاح اتلغت الضربة الثانية. عبر الجنود المصريين الساتر الترابي والمية والأسلاك الشيكة دي والدشم الحصينة كلها دي في 6 ساعات بس، 6 ساعات. تعرف حضرتك ان ميل الساتر الترابي واللي هو خط بارليف كان بزاوية 80 درجة، يعني تقريبا كان عمودي، بس بقوة وإرادة وعزم المصريين قدروا يعبروا كل ده بالمية من ناحية وبالسلالم الخشب من ناحية تانية. اختار الرئيس السادات المصريين ساعة الصفر اللي هي 2 الظهر، لأن الشمس كانت مع المصريين وفي وش الإسرائيليين، يعني الشمس كمان مش الأرض بس ساعدت المصريين على العبور. ما تنساش حضرتك ان الجيش المصري جيش
جيش وطني، لا في مرتزقة ولا غيره، وكمان بيدافع عن أرضه، وعمرنا ما شفنا إنه أخذ أرض غيره أبدا. ما تنساش برضو إن المصريين لما انتصروا كانوا بيرجعوا حق ليهم وما كانوش بيعتادوا على حق حد. كلنا شفنا اللقطة دي، بس ما نعرفش مين هو. أقول لك مين هو أول واحد رفع العلم المصري على أرض سيناء. محمد العباسي هو أول من رفع العلم المصري فوق خط بارليف بعد العبور للضفة الشرقية لقناة السويس. حضرتك تعرف إن بناء على انتصار مصر على إسرائيل يوم 6 أكتوبر كانت هتحصل حرب نووية بين قوتين عظمتين. القوة العظمى في الوقت ده الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، واللي كانوا معروفين أيامها جدا بأنهم فعلا كانوا القوة العظمى في العالم. وكانت الولايات المتحدة بتدعم إسرائيل بالنقل الجوي، وكمان الجيش الأمريكي عمل 570 مهمة عسكرية على مدار 13,000 ساعة طيران ودت فيها لإسرائيل 22,000 طن من الأسلحة المتطورة ليهم. حضرتك تعرف إن أول بيان صدر عن القيادة العامة كان بالظبط الساعة 2:10 بالظبط ظهر يوم 6 أكتوبر سنة 73. حضرتك تعرف إن مصر دمرت وحرقت واخترقت خط بارليف الحصين في 6 ساعات من بداية المعركة. طيب حضرتك تعرف انهم سموا الساتر الترابي خط بارليف ليه؟ نسبة الى حيين بارليف القائد العسكري الاسرائيلي اللي صممه. كمان اتكلف بناء خط بارليف حوالي 500 مليون دولار، وكان ارتفاع خط بارليف من 20 ل 22 متر وانحدار بزاوية 45 درجة للجانب المواجه للقناة. كمان كان عليه 20 نقطة حصينة بيسموها دشم على مسافات من 10 ل 12 كيلو، وفي كل نقطة حوالي 15 جندي مسؤوليتهم بس انهم يبلغوا عن اي محاولة للعبور وتوجيه المدفعية الى مكان عبور اي قوات بتحاول تعبر. كمان كان عليه مصاطب ثابتة للدبابات بحيث انها تكون ثابتة للقصف لما يحتاجوها. وكمان كان في قاعدة خط بارليف انابيب بتصب في قناة السويس لاشعال سطح القناة بالزيت المضغوط وهو النابلم، لو حاولت اي قوات انها تعبر هتحرقها. الاسرائيليين قالوا ان سلاح الجو عندهم قوي جدا ومش ممكن حد يقدر يهزمهم ابدا، وهزمناهم. قالوا ان خط بارليف ده مستحيل حد يعبره، ولو حاول المصريين عبوره هيبيدهم. وقالوا ان خط بارليف اقوى من خط ماجينو اللي بناه الفرنسيين في الحرب العالميه. استغل المصريين عنصر المفاجاه وعنصر التمويه، وكمان قرروا يستعينوا بالمد والجزر عشان يعرفوا يعبروا، ده غير اللغه النوبيه اللي استخدموها، وكمان اتجاه اشعه الشمس زي ما قلنا عشان ما تبقاش في وشهم لما يعبروا. قدر المصريين انهم يعبروا وكمان يخترقوا الساتر الترابي في 81 مكان مختلف من الساتر الترابي، وازالوا 3 مليون متر مكعب من التراب عن طريق استخدام الميه. طيب حضرتك تعرف ان خط بارليف كان مكون من 22 موقع دفاعي و26 نقطة حصينة اتبنت في جسم الساتر الترابي، وتميزت عن غيرها من ناحية البنى او من مواد البنى الداخلة في تكوين الساتر من خرسانة اسمنتية وحديد مسلح من الحديد اللي بيستخدم في صناعة قضبان السكك الحديدية علشان يصد اي قصف. يعني كل ده متغطي بالتراب، بالاضافة لمدافع الهاوتزر عيار 185 مللي واماكن ثابتة للدبابات وقاذفات للقنابل، وكان فيها مفاتيح مصممة بحيث انها تحول القناه اول ما يدوس عليها بضخ كميات كبيره من المواد المشتعله فوق سطح القناه اللي هو غاز النابلم او ماده النابلم. وكان كل نقطه حصينه بتضم 26 دشمه للرشاشات، 24 ملجأ للافراد، بالاضافه لمجموعه من الدشم الخاصه بالاسلحه المضاده للدبابات ومرابط للدبابات والهاونات. وكان حوالين الدشم دي حوالي 15 نطاق او طبقه واقيه معموله من الاسلاك الشيكه وحواليها برضه حقول الغام. وكل نقطه حصينه في دول عباره عن منشاه هندسيه معقده جدا وبتتكون من عده طوابق وليها عمق كمان في باطن الارض مساحتها 4000 متر. وكان كل نقطه في دول فيها عدد من الملاجئ والدشم اللي بتتحمل القصف الجوي وضرب المدفعيه الثقيله، وكل دشمه ليها عده فتحات لاسلحه المدفعيه والدبابات. مش كده وبس، ده كانت الدشم دي متوصله ببعضها عن طريق خنادق تحت الارض، وكل نقطه مجهزه حد التكييفات كانت عندهم، وكل موقع من المواقع دي مجهز لاسلكي وسلكي، وكان عندهم شبكه اتصالات يقدروا من خلالها ان الاسرائيليين على خط بارليف يكلموا عائلتهم او اسرهم في اسرائيل. وعشان كده ما خطرش في بال القاده الاسرائيليين ان المصريين يقدروا يدمروا الخط الحصين ده اللي هو خط بارليف. بس المصريين واللي حضرتهم 7000 سنه وبايمانهم بالله وعزيمتهم قدروا يحققوا المستحيل ويرجعوا ارض سيناء بكل عزه وفخر. زلزال اسمه الجند المصري، واللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام انهم خير اجناد الارض. وكانت ولا تزال مصر بلد العلماء والاولياء والعظماء، وهي عنوان الشجاعة والبسالة. مصر هي بلد الصمود والنهوض، وهي بلد الازهر الشريف ومنارة العلم والعلماء. مصر هي مقبرة الغزاة ومحطمة الطغاة، وهي اللي ردت المغول والتتار والصليبيين وغيرهم على مر التاريخ. مصر اللي عاش على ارضها الانبياء موسى ويوسف وادريس وزرها عيسى وابراهيم عليهم السلام جميعا. مصر مهد الحضارات ورمانة الميزان للعالم كله. مصر اللي شرفها ربنا سبحانه وتعالى بذكرها في القرآن الكريم. مصر اللي صدرت العلم للعالم كله.
مصر بشعبها وجيشها دوما إن شاء الله في رباط إلى يوم الدين. فتحية تقدير وإعزاز وإجلال إلى القوات المسلحة المصرية، وتحية إلى أرواح الشهداء. كل عام وحضراتكم بخير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات مع إسلام عيسى ميكس.